ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تحية مشاهدينا لكم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، ونتمنى لكم مباراة كبيرة في هذه الأجواء. فارس عوض معكم من كابينة التعليق. أتمنى بأن تكون المباراة على قدر الانتظار، حيث سيكون الفريق الكتالوني برشلونة يواجه فريق ريال مدريد. التحضيرات الأخيرة لبداية الموسم وفرصة لخطف لقب في بداية هذا الموسم، لرفع المعنويات، لإعطاء دفعة بالتأكيد تسبق هذا الموسم وتطمئن كل هذه الجماهير. التشكيلة اللي يبدأ فيها برشلونة مباراة اليوم: تير شتيجن في حراسة المرمى، أدامة تراوري، سيبدأ مع فيران توريس على طرفي الملعب، وفي المقدمة سيتواجد اللاعب أوباميانغ. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، توني كروس يبدأ مع كاسيميرو في خط الوسط، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. بيحافظ على كرته بشكل جيد حتى يصل الدعم الآن. فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. أوباميانغ كيف راح يتصرف فيها؟ كرة بيتغير اتجاهها بعد ملامسة المدافع وضربة ركنية. اختار بأن يمررها إلى زميله بكل أريحية. وصلت الكرة إلى كورتوا بدون أي خطورة. أمال كبيرة على أن يتألق أوباميانغ في هذه المواجهة. يدخل المباراة بمعنى فيها، انطلق فيها، راح الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى، يشحن الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة، وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. سيرجينيو ديست. برشلونة يهاجم، بتروح عند ديست. إمكانيات الكرة العرضية. رودريغو، ملعوبة إلى كريم بنزيما. كريم بنزيما بيرسل كرة عرضية. حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18. انتهت الضربة الركنية، نجحوا في الإبعاد. فينيسيوس جونيور، ضاعت الفرصة، راحت سهلة. كرة كانت تبدو خطيرة من هذه المسافة، لكن الإنهاء كان سيء. أوباميانغ، هجوم من برشلونة، يبحثون عن التعادل ولكن بدون استعجال في الهجوم. أوباميانغ، ممتاز كرة
كورتوا في التصدي، الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. ركنية في المنتصف. الله على التصدي وإبعاد الكرة. لا أصدق كيف لم تدخل تلك الفرصة. كل شيء كان متاح للتسجيل لكنها ضاعت في النهاية وبشكل غريب. كرة بتروح بجوار المرمى بدون أي ردة فعل في التصدي، والكرة لا تشكل أي تهديد. لقطة تظهر بأن الكرة كانت خطيرة وأن الفرصة كانت متاحة، لكن تسديدة بعيدة جدا. ما أعرف اللي صار، شو كان يفكر فيه عندما سدد هذه الكرة. إذا ما أخذنا في الاعتبار أن التسديدة كانت من مسافة بعيدة، فالمجهود اللي قام فيه اللاعب كان جميلا. كرة بتروح للمنافس من أوباميانغ. أوباميانغ، فرصة من جديد لكرة التعادل. الله على التصدي من كورتوا. دي يونغ على تنفيذ الركنية، راحت بعيد الرأسية، مرت بدون خطورة على المرمى، ما أرسلها بالشكل المناسب، افتقدت للدقة والتوجيه. توني كروس، تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. نظرة ممتازة للملعب. كانت هجمة واحدة هنا، لكن الراية كانت في الموعد وأعلنت عن التسلل. تمريرة مميزة، لكن التحرك المتسرع كان سببا في التسلل هنا. يتدخل ويسترد الكرة بهدوء. لوكا مودريتش يتدخل ويقطع الكرة. فيران، برشلونة يهاجم، كرة داخل المنطقة، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. كريم بنزيما، ضربة حرة لريال مدريد. الحكم ما زال محافظا على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب. على اللاعب أن يكون حذرا في قادم الأوقات. الإحصائيات تعطيك بأن ريال مدريد كان الطرف الأقل سيطرة في المباراة، لكن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم. أحيانا تلجأ لترك الكرة لخصمك حتى يكون أمامك المساحات وفرص أكبر لتستغلها وتعرف كيف تنتصر، وهذا ما يفعل الفريق هنا اليوم. فرانكي دي يونغ، فيران، هدوء وبناء غير متسرع للكرات بالرغم من التأخر في النتيجة. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر، بيلعبها في الخلف. تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة، كانت خطيرة جدا. تدخل وأبعدها في توقيت مثالي. فرصة كانت هدف محقق لولا تصدي غير عادي من حارس المرمى. الله على تصدي مجنون في اللقطة الماضية. عمل ممتاز في السيطرة على الكرة في مناطق الخصم. مستحيل الكرة، تصدي والتألق غير عادي من كورتوا. كرة هدف من هذه المسافة لكن ضاعت، لكن أبعدها أوباميانغ. الله على هذا التصدي، هكذا يجب أن يكون التحليق وإلا فلا. الآن لا الصوت يعلو على صوت الجماهير لدعم ودفع فريقها لتسجيل التعادل. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. ريال مدريد خرج من الشوط الأول متفوقا في النتيجة، الآن عليه أن يحافظ على تفوقه. كرة بتتخلص من جانب مندي بتمركز الجيد. كريستيانو رونالدو، انطلاقة هجومية لريال مدريد. يا لعيب، أي تصدي، أي روعة، أي قوة. تنفيذ الضربة ركنية في وسط منطقة الجزاء. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. يتقدم باتجاه المرمى، عرضية في منتصف ال 18، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. إيفرتون كانت عينة عليه من البداية ونجح في تحقيق مراده وإتمام هذا التعاقد.
الأندية بشكل عام تستغل هذه الفترة لتدعيم تشكيلتها بصفقات أيضا تضيف لها على مستوى الكروي. خطيرة لكريستيانو، الله على الطيران، تصدي مثالي للكرة على الطاير. في محاولة لتعديل أوضاع، المدرب راح يجري تغيير تكتيكي في هذا التوقيت. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18. ابعاد سيء للأخطاء، ما زالت خطيرة. تدخل وإبعاد الكرة إلى التماس. العرضية في وسط المنطقة. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. فينيسيوس جونيور، كرة خطيرة على المرمى. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة لتصل للمميز كريستيانو رونالدو، واللمسة الأخيرة كانت في منتهى الروعة، متقنة في الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. بيدري، تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. أوه، هذه كرة العودة في المباراة من جديد. كيف أهدرها؟ ماذا أضاع؟ فرصة ذهبية. الآن لابد من مواصلة الضغط والبحث عن فرص أخرى. ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. بيكي بيخلص العرضية. عثمان ديمبلي، الكرة بتضيع من عثمان ديمبلي. هجمة مع ريال مدريد. دفاع بشكل خاطئ من بيكي. لا تمر لا تمر، حارس المرمى ينجح في التصدي. كرة تحتسب إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. ركنية تتنفذ والحارس بكل شجاعة يبعد الخطورة. نظرة ممتازة للملعب، لكن لا تكتمل هذه الفرصة هنا. نظرة ممتازة، كانت رائعة هذه الهجمة. تسلل نعم واضح وقرار سليم. الحماس أيضا لهذه الهجمة والتحرك السريع كان بنتائج عكسية هنا. فريق الخصم بيخلص الكرة. فيران الآن ممكن يلعب له كرة عرضية. تمركز سليم للمدافع، بيخلص الكرة العرضية. كريستيانو رونالدو، محاولة هجومية هنا. حلوة الكرة، اعتراض للتسديدة في هذا المكان. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. لابد من استغلال مساحات بالكرات المرتدة. العرضية لم تكن مثالية وبالتالي تنتهي ليد حارس المرمى.
كليمان لانجلي. فيران، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم، فرصة تقليص الفارق الآن. رائع كورتوا في ردة الفعل الكبيرة. ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية. يرسل الكرة في الخلف. مجهود كبير في الدفاع عن المرمى حتى في وجود حالة التسلل. كانت ردة الفعل حاضرة مذهلة في التصدي لهذه اللقطة. توني كروس، كريستيانو رونالدو. صافرة نهاية المباراة تعلن تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية. كانت مواجهة صعبة وكان أداء جيد حقيقة. مباراة كانت ممتعة، تنافس قوي من الفريقين، لكن في النهاية كان لابد من صعود طرف واحد من هذا اللقاء. مباراة ممتازة كانت من جانب كريستيانو رونالدو، أداء وتألق كبير يجعل محور الأحداث في مباراة اليوم. نجح في تسجيل هدف، كان عنده أكثر من فرصة حتى أيضا يزيد غلته التهديفية، لكن لم يستغلها بالشكل الأمثل. وأكيد مع فوز فريقه راح يركز على الأمور الإيجابية. فينيسيوس جونيور، كرة خطيرة على المرمى. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن.